اليوم نوجدوا كيف وصفة البراج أو المبرجع، ونتعرفوا على السر اللي يخليها تجي بيان دوغي وتجي مبسة وهشيشة بهذا الشكل. متابعاتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا صليوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نبداو الفيديو تاعنا نهار اليوم. كما نشوفوا أمامنا هي البراج أو المبرجع، طرية خفيفة ولا أروع. قبل ما نبدا الفيديو متابعتي الكريمة، أنا نطلب منك أنك تحطي لنا هداك الجيم تاعك اللي رايح يدعمنا ويخلي الفيديو تاعنا يطلع ويستفاد منه الجميع. نبدأ على بركة الله. في الجفنة تاعنا رايحة نحط 3 كيلات ممسوحة من السميد الممتاز أو النوعية الجيدة. كما نشوفوا أمامنا سميد اللي نخدمو به المقروط هو نفسه اللي نخدم به المبرجة. نحطو كيلة يعني تاع سمن ناقصة غير أسبوع، نعمروها أو نفيضوها بالزيت. كما شفتوا أمامكم أنا فيضتها بكمية من الزيت. من بعد رايحة نفرغ هذيك الكيلة، عفوا رايحة أولا نضيف الملح تاعنا باه نعطيوها يعني نكهة وما تجيش لينا صامتة. ومن بعد رايحة نضيف ليها حوالي ربع كأس من العسل، يعني ربع كأس شاي من العسل. هذاك هو السر تاعها اللي رايح يخليها تجي بيان دوغي ولونها موحد. ضفت ليها كذلك حوالي 3 ملاعق أكل من الفرينة، هذه هي راح تخلي السميد تاعنا يشد لينا. ومن بعد رايحة نفرغ هذيك الكيلة تاع السمن اللي فيضتها بكمية من الزيت، ونبدأ نبسس بالسميد تاعنا، يعني نجمعه كامل حتى يندمج المكونات مع بعضهم. ومن بعد رايحة نبدأ نمحر في السميد تاعي ما بين الكفين حتى يعني نتحصلوا على يعني سميد يبان on dirait مشمخ، ولكن هو غير بالسمن. هذا دليل على إنه السميد تشرب كمية السمن اللي ضفتها له. حوالي 10 دقائق وأنا نمحر في هذاك السميد بين الكفين بهذه الطريقة. كاين اللي يعملوا يعني أو يستخدموا البيتخان كذلك راح يعطيك نتيجة، لكنه يعني يختصر عليك الوقت والجهد. أنا يعني استخدمت الكفين، بقيت نمحر فيها حوالي 10 دقائق حتى يعني بعد ما محرت السميد تاعي بيان كوم الفو وندمج المكونات في بعضهم، الآن راح نجيب نفس الكيلة معمرة بالماء يكون شرط دافي وفيه القليل من ماء الزهر. إذا ما بغيتيش يكون فيه ذوق ماء الزهر بإمكانك تتخلي عليه. أنا حبيت يكون فيه هذيك النكهة تاع ماء الزهر. بهذيك الكيلة راح نفرغها غير بشوية ونبدأ نجمع غير بأطراف الأصابع، ما لازمش نعجنوه، ما لازمش ندلكوه، لأنه لو جمعناه أو دلكناه رايح يولي لنا عبارة على كسرة ورايح ما ينجح لناش هاد البراج تاعنا. راح نجمع وراح نضيف الماء كل مرة من هذيك الكيلة ونجمع العجينة تاعي أو المكونات تاعي غير بأطراف الأصابع. تخافيش إلا جاك طري عادي، لأنه السميد رايح يتشرب هذاك الماء. أنا بعد ما عملت له هذيك الكيلة تاع الماء وخليته يريح بجيه، من بعد أنا يعني صبته كامل تشرب هذيك الماء وضفت له كمية أخرى. كما نشوفوا أمامنا هذه أنا رايحة نغطيه ونخليه يريح. ونروح يعني نخدم التمر تاعي. للأسف يعني كنت نظن إنه الكاميرا مفتوحة، ولكن المقطع هداك ما تسجلش. لما كنت يعني نوجد في التمر عادي، هو التحضير تاعو ساهل. راح نجيب التمر يكون ديجا نقيناه ورحيناه، رايحة نبدأ يعني نطري فيه غير بالماء والقليل من ماء الزهر، وضفت له شوية جلجلان حتى تحصلت على عجينة التمر. لازم تكون ضروري تكون طرية باه من بعد تمشي لنا. كما نشوف بعد ما يعني رجعت نشوف السميد تاعي اللي كنت ديجا شربته بالماء أو جمعته بالماء، راه تشرب لي كامل السوائل. الآن راح نزيد نجمعه مرة أخرى ونضيف له ماء لأنه محتاج
كمية ماء أخرى، راح تشرب لي كامل السوائل، وهذا حسب نوعية كل سميد. راح نضيف له حوالي نصف كيلة ونبدأ نجمع فيه كيما نشوفوا أمامنا حتى نتحصل على عجينة تكون يعني طرية نوعًا ما، باه تمشي لي من بعد كي نجي نطرحها في يعني مع عجينة التمر. لازم ضروري العجينة تاعي تاع المبرجة تكون طرية نوعًا ما، كيما نشوفوا شوفوا هذيك الطراوة تاعها، شوفوا يعني نقرب لكم الوصف للمبتدئات تكون مثل المارجرين لمّا نخلّوها في غرفة أو في المطبخ تولي لينا طرية، هكداك بالضبط تكون عجينة المبرجة تاعنا. نقسمها إلى قسمين يكونوا متساويين، ومن بعد نشكلهم إلى كرتين، ضروري يكونوا يعني الكرتين متساويتين في الميزان، إذا عندك ميزان استخدميه باه تجي يعني مضبوطة. هذه الكرة التانية أو القطعة التانية تاع العجينة شكلتها إلى كرة ونحطها بجيه. لما يكون يعني السميد تاعنا متشرب bien comme il faut السوائل راح تكون يعني العجينة تاعنا ناجحة. عندي واحد لاستيس متابعتي الكريمة راح نفيدك بيها يعني باه ما تتعبيش وباه ما تعييكش العجينة لما تجي تطرحيها. ما عليك غير تجيبي بابي دو كويسون كيما تشوفي أمامك وتطرحي عليه هذيك الكرة الأولى. نطرحوا الكرة تاعنا على كامل سطح البابي دو كويسون بلا ما نخرجوا العجينة على أطراف البابي. كيما نشوف أنا نطرح ونعاود نشوف إلا خرجت نعاود يعني نسويها. شوفوا أمامنا هذه لاستيس راح تنجح لك ورايح ما تغبنكش نهائيًا، لأنه كاين بزاف يقول لك بلي المبرجة يعني صعيبة وراها تغبن لما تجي تفتحيها. هذه لاستيس بإذن الله راح تنجح لك وتولي تلعبي لعب وصفة المبرجة وتخدميها وتجيك كيما يحب الخاطر. شوفي كيف ما فتحتها ولازم تكون رقيقة إلا بغيتي انتي المبرجة تاعك تكون الحبة تاعها خشينة ما عليك غير تخلي الكرة تاعك ما تفتحيهاش يعني بسمك رقيق. أنا يعني شخصيا المبرجة عندي لازم نفتحها رقيقة لأنه 3 طبقات لذلك نفتح كل طبقة رقيقة يجيو سوا سوا. هذه الكرة الثانية كذلك فتحتها. شوفوا كيف ما نرفدها ونحطها بلا ما تعييني وبلا ما تتكسر لي لأنه هداك البابي دو كويسون ساعدني. حطيت الكرتين بعد ما فتحتهم بجيه ونمر لي العجينة تاع أو عجينة التمر اللي كنت حضرتها. شوفوا كيف ما هي طرية. فقط ملاحظة لما انت تعملي 2 كيلو من السميد ما عليك غير التمر يكون بوزن كيلو. دائمًا التمر يكون نصف كمية السميد تاعك. شوفوا كيف ما نحلها يعني مع إنه التمر شوية غبني في الحلة نتاعو. نفتحها على كامل سطح البابي دو كويسون يعني لازم يكونوا كامل متساويين القطع تاع البابي دو كويسون يكونوا متساويين كامل باه لما نحط القطعة أو العجينة فوقها التمر ومن بعد نزيد فوقها العجينة مرة أخرى يكونوا كامل متساويين. حطيت القسم الأول أو العجينة الأولى اللي كنت فتحتها ومن بعد رفدت بكل سهولة البابي دو كويسون اللي فيه التمر وحطيته فوق الطبق كطبقة ثانية. شوفوا كيف ما يعني طريقة سهلة راح تخدميها يعني في وقت قياسي ما راحش تغبنك نهائيا. راح نتخلص من هذاك التمر اللي جاني شوية خارج على العجينة فوالا كيما وريتلك. شوفي كيف ما ورايحة نضيف العجينة للأسف شوية هنا فتحت لي ولكن عادي جدًا أنا مش راح نحذف هذا المقطع ونخليك تشوفيه لأنه راح كوريجا عادي مش حاجة اللي يعني تقلّق، كوريجيته عادي. وبديت نفتح غير بشوية وبحذر حتى تمشي لي العجينة كامل كيف مع التمر. ومن بعد رايحة نقطع avec un coupat نقطع الزوائد أو الأطراف اللي ما جاتنيش مستوية بالحلال نفتحه غير بشوية ومن بعد نحي البابي دو كويسون تاعي ونبدأ يعني نتخلص من الأطراف اللي ما جاتش سوا سوا كيما نشوفوا أمامنا أو بالكوبات.
ومن بعد رايحة نشكل المبرمجة بتاعي للأشكال اللي أنا حبيتها، طبعًا نعرفوها هي تجي دائمًا على شكل معين أو مربع، لك الخيار كما نشوفوا أمامنا راني قاعدة نتخلص من الأطراف، ومن بعد رايحة نشكلها ونوجد الطابونة تاعي أو الطاجين راح نسخنه على نار تكون مهيلة أو تكون خفيفة باه ما يتحرقليش، لأنه نعرفوا إنه البراج يطيب الخف في الطاجين تاعنا الخاص بالمسمن. رايحة نشكلها بهذا الطابع، ومن بعد ما عجبتنيش جاتني شوية الحبة كبيرة بهذا الطابع، هو فقط يعطيك إنه الحبات كامل يجيو على حبة واحدة، لكن هو شوية الحبة تاعو جاتني شوية كبيرة. نشوفوا أمامنا كيف ما قاعدة يعني نقطع فيه، نبدأ نحي الحبات تاعي على جهة في السنيوة، ومن بعد رايحة نطيبهم. مشاهدة ممتعة. شوفوا هداك السمك اللي تحصلت عليه، يعني الطبقة الأولى سميد، طبقة ثانية تمر، طبقة ثالثة سميد، كامل متساويين. شوفوا معايا كيف ما كامل متساويين. الآن أنا حطيتهم على الطاجين بعد ما سخنته، نقلل شوية النار لأنه راح يطيب الخف، ومن بعد رايحة نطيبه. وهذا هو الشكل تاعي اللي تحصلت عليه. نتمنى إنه توفقت في الشرح. شرح المبرجة وصفة تقليدية من قلب المطبخ الجزائري. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم ورضاكم. تبعوا معايا الفيديو فقط خطوة بخطوة، وتابعوا الشرح وأكيد راح تنجحوا فيه. كامل كنا أول مرة نهابو نخدموه يبان لنا راه صعيب وراح ما نتوفقوش فيه، لكن تعلمنا وولينا محترفات في هذه الوصفة التقليدية الجزائرية اللي كامل نعملوها، ما نتخلوش عليها أبدا. هذه الوصفة مهما وجات من وراها يعني دراسات تاع العصر الحديث ما نتخلوش عليها نهائيا. تجيك بنينة، تجي خفيفة كما تشوفي أمامك، دوب دوبان هاد الغسيل تبعيها وأكيد راح تنجحي متابعتي الكريمة. ما بقى لي غير نقولك تبقاي في أمان الله وحفظه. بدعمكم نستمر. يعني أهلا وسهلا بالمشتركات اللي دخلوا معايا جداد. نتمنى إنكم يعني تعجبكم المحتوى اللي نقدم فيه والوصفات اللي نقدمهم. نخليكم في أمان الله وحفظه.